سوى بالملا ثم انت تبريني حروف الشعر العيون المحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ وش اخباركم؟ ان شاء الله تمام. معكم اخوكم عبد الرحمن او اكس مكيت. رجعت لكم فيديو جديد او قصة جن جديدة يا رب، وان شاء الله ان القصة تنال اعجابكم وتنال رضاكم. بداية حاب اقول لكم اسف جدا على القطاع اللي صارت عن القصص، وان شاء الله راح تشوفون الافضل والقصص مستمرة وما راح اطول عليكم في المقدمة. حاب اعطيكم تنبيه، ما هو من عوايدي اني اخذ قصة من شخص او مؤلف، انا عادتي الف قصصي بنفسي وانا انزلها بقناتي، بس القصة هذه كنت حيل مضغوط واخذت قصة من شخص وغيرتها بشكل يعني كبير، وغيرت عليها اشياء واجد. والقصة ترى تقريبا هي 10 دقائق، انا زودت عليها وغيرت نهايتها. يعني القصة اخذتها من مؤلف وان شاء الله تعجبكم. وحساب المؤلف الانستغرام ظاهر لكم على الشاشة، ضيفوه وخلوه يستمر في القصص، وان شاء الله ان قصة تعجبكم. وبس ما اطول عليكم، لا تنسوا الكاتب ولا تقصرون معاه لانه ما قصر معي. قبل ما نبدا المقطع يا ليت تسوي لايك للمقطع، صراحه الدعم حيل طايح وانا كنت مقصر معاكم لاني قاطع، وعشان كذا نزل الدعم. ابيكم ترجعوا الدعم ووعدكم راح تشوفون الافضل. سنابي ظهر لكم على الشاشه، لازم تضيفون سناب. احتاج اراءكم في السناب، باخذ اراءكم كم شغله وشنو الاشياء اللي بسويها في القناه، وانزل تعليقاتكم. ضروري تضيفوني سناب. ظهرك سناب على الشاشه، حياكم كلكم سناب. وبس ما بيطول عليكم، 3 اشياء لازم تسويها وانت تسمع قصه. اول شيء وسع خيالك كثر ما تقدر، وثاني شيء عط نفسك انك انت بطل القصة واللي تصير فيها احداث القصة، وثالث شيء البس السماعات. وخليكم مع المقطع. مشقيني انا ما كنت احسب ان الغلا بيدك لي ذبح انا مالي سوالي. البس السماعات ووسع خيالك. قصص جن. قصة الكتاب الغامض. أنا عاشق ومحب لقصص الجن والخرافات اللي تدور حول عالمهم. أول شيء حاب أعرفكم على نفسي. أنا اسمي عبد الله، عمري 21 سنة. مكتبتي كانت كلها كتب تتكلم عن عالمهم، ومستحيل يمر يوم وما قريت عنهم شيء. في يوم من الأيام قريت كتاب يتحدث عن صفات الجن وأسمائهم، وكان اسمه شر يطاردك. ولكن في نهاية الكتاب كان مكتوب: الآن عزيزي القارئ، إذا حاب تتعرف أكثر عن عالم الجن ما عليك سوى إلا قراءة هذه الجملة. كانت الجملة غريبة، ما أدري بأي لغة مكتوبة، كأنها طلاسم أو شيء. احترت في البداية أقرأ الجملة ولا لا، وبعد دقائق وأنا أفكر ومحتار. بس لحظة، شنو بيصير؟ ترى مجرد كتاب ومكتوب على ورق، يعني ما راح يصير شيء. كلام بقرأ خير يا طير. وأخيرا قررت إني أقرأ الجملة، ويا ليتني ما قررت إني أقراها، لأن ودي وبخاطري أتعرف عليهم بزيادة. بمجرد إني انتهيت من قراءة الجملة انطفت الكهرباء فجأة من البيت. في البداية خفت حيل، لكن بعدها قلت في نفسي ليش أنا خايف؟ أكيد مجرد التماس كهربائي. أخذت بيدي تلفوني وبديت أتصل على أهل البيت واحد بس ما حد رد علي، وبديت أنادي على من في البيت لكن ما حد رد علي، عكس صوتي العالي. بس للأسف ما حد رد علي وما حد عطاني وجه. يعني غريب، أهل البيت كلهم نايمين؟ لا مستحيل، تو الناس الساعة 8 في الليل. وأنا مصدوم وأفكر، فجأة رجع الكهرباء مرة ثانية. رحت بتطمن على أهل البيت، ركضت على غرفهم واحد وما لقيت فيهم أحد. يعني معقولة كلهم طلعوا من البيت؟ لا مستحيل. قبل لا يفصل الكهرباء كنت أسمع أصوات أهلي تحت في البيت. كيف اختفوا جميع؟ تذكرت الحديقة ورحت لها أركض بسرعة. وقفت عند باب الحديقة وهنا انصدمت، ما قدرت أتحرك خطوة ولا قدرت أرمش عيني. بقيت واقف في مكاني وأناظر. معقولة هذا اللي أشوفه صدق؟ لحظة، ليش؟ وش اللي صار هنا؟ والدم هذا بكل مكان ليه؟ من اللي قتل أهلي؟ كانوا كلهم جالسين على كراسي المحيطة على الطاولة، ولكن كانوا جثث بل رؤوس. أنا راح أموت ولا وأنا راح تنتهي حياتي بهالطريقة ولا لا؟ لا ما بيموت، أنا تو صغير وما سويت شيء بحياتي. رحت أركض لغرفتي وقفلت الباب على نفسي. من كثر خوفي حتى ما قدرت أبكي على عائلتي اللي تو خسرتها. طلعت تلفوني وبي أتصل على الشرطة ببلغهم باللي صار. فجأة سمعت صوت مخيف خلفي يقول: أنت من تسببت بمقتل عائلتك، هذا هو الثمن اللي دفعته للتعمق في عالمنا. مرحبا بك.
تجمدت في مكاني، بردت أطرافي، وقف شعر جسمي. بقيت تقريبا 10 دقائق وأنا ما تحركت، وبعدها التفت ورا بسرعة وما حصلت أحد. ارتحت شوي وبعدها اتصلت على الشرطة وقلت لهم باللي صار بالتفاصيل. بعد أقل من 10 دقائق وصلت الشرطة عند البيت، وانصدموا من المشهد اللي شافوه في الحديقة. بالرغم من حالتي النفسية السيئة أخذوني لقسم الشرطة وبدأ يحققون معي. بس لحظة، قبل ما تصل الشرطة وقبل ما يصلون، أخذت كل كتبي اللي تتكلم عن الجن وخبيتها في القبو داخل صندوق قديم، وما حد يدري المكان إلا أنا، عشان ما يشكوا بموضوع الجن وكذي. خبيت كل الكتب وما خليت أي آثار للكتب اللي أنا أقراها. بدأ الشرطي والمحقق يسألون عن مكاني وقت أثناء وقوع الجريمة. قلت لهم إني كنت أذاكر الامتحان في غرفتي وما أدري إيش اللي صار تحت، وفعلا حنا في وقت فاينل للاختبارات بالكلية. وبالرغم من محاولاتي إني أبي أبري نفسي وأطلع نفسي من الموضوع، إلا أنهم ما صدقوا شيء من اللي قلته. طلعت من القسم وبديت أعيش حياتي نفس أول. تموت عائلتي بالكامل وأنا ما أدري. يا أخي شيء غريب. وبعدين ليش أنا الوحيد اللي بقيت عايش للحين؟ كانت الشرطة شاكة في موضوعي إني أنا أكون القاتل من ناحية تشبيهي بالسحرة، لكن ما في أي دليل يربطني بالجريمة. اضطروا إلى إخلاء سبيلي، وهنا كانت بداياتي إلى عالم الجن. في اليوم الثاني قام العم علي العزاء الأهلي، ولكن كنت مصدوم من اللي حضر العزاء. كان عدد قليل من الناس اللي حضروا عزاء أهلي، وهذا طبيعي بسبب انتشار إشاعات عن بيتنا إنه مسكون وإن الجن هم من قتلوا عائلتي. حاب عم إنه يخفف الخوف اللي أنا عايش فيه، وطلب إني أسكن عنده في بيته وبين عياله، ولكن أكيد إني رفضت، لأن ما أبي أورطه معاي ولا أورط عائلته معاي ويجيب من المصايب هو وبيته بسببي أنا. صراحة ما ضغط علي عمي ولا لزم علي وقال إلا وما أدري شنو، إلا خلاني على راحتي. بس تكلف بأشياء بسيطة اللي هي تشمل البيت وأشياء أنا ما أعرفها. هو رجال وأبو عيال ويفهم أكثر مني. مرت الأيام الثلاث بسرعة وانتهى العزاء واختفت الحياة مجددا في البيت. ما حد يسكن معي في البيت إلا الخادم اللي وصاه عمي علي وأنه يساعدني بأشياء واجد. وهنا جات الساعة 12 الليل. رحت لسريري لأني كنت نعسان ودايخ لأبعد حد، وكنت أدور النوم من زمان لأن صار 3 أيام ما نمت عدل. كيف بنام وأنا متسبب بموت عائلتي؟ ساعات حزن، ساعات دموع تنزل فيهم، ساعات تفكيري ما أقدر أوقف لو دقيقة. يا أخي شلون وكيف ومن هو القاتل اللي ذبح أهلي كلهم؟ الحزن وصل لأبعد حد عندي، وبديت أتصارع أنا والنوم، وأخيرا استسلمت للنوم وغمضت عيوني. ما مرت ثواني إلا واسمع صوت همس بإذني، وكان قريب حيل عند إذني. كان الصوت واضح وكلماته مفهومة، وكان يقول: لماذا أنت حزين؟ ألم تكن تتمنى أن تختفي عائلتك لكي تتواصل معنا بشكل أفضل؟ لقد حققنا لك أمنيتك. في البداية كنت خايف حيل وحتى ما قدرت أتحرك من شدة الخوف، لكن بعد ما سمعت الكلمات أزال الخوف عني كله، ورسمت ابتسامة في وجهي عريضة. ما أدري هي ابتسامة فرح أو خبث، بس فجأة كذي تغير كل شيء فيني والحزن رحل عني. بس أنا بالبداية كنت أتمنى أن تختفي عائلتي، قد تحقق حلمي. ليش أنا خايف؟ ليش أنا حزين؟ ليش أنا شايل هم الدنيا كلها؟ وهذا الشيء اللي أنا أتمناه صار عشان أرتبط زيادة مع عالم الجن. يوم من الأيام اللي كنت نايم فيه جاتني رسالة في منامي، ومطلوب علي أني أقرأ كتاب معين، وكنت أذكر اسمه وشكله في المنام لأنه هو الصح الكتاب اللي راح يدخلني بعالمهم. قمت من النوم متحمس حيل لقراءة الكتاب. كان كل ما يشغل تفكيري شنو المعلومات اللي راح تكون داخل الكتاب، هل هي معلومات أكثر عن الجن أو هي توجد طريقة التواصل مع العالم الآخر بشكل أفضل. قررت البحث عنه وبدأت أسأل وأتصل على المكتبات اللي أعرفهم واللي كنت دوم أشتري من عندهم. اتصلت على أكثر من شخص كنت أسألهم عن الكتاب، أعطيهم اسمه، أوصف لهم شكله، بس للأسف ما كان أحد يعرفه. مرت يومين وما فيه مكتبة ولا موقع بجوجل أو برامج البحث إلا وبحثت عنه، وهنا فقدت الأمل وفضولي كله ورا هالكتاب بعرفه. بس اليوم الثالث تحديدا كالعادة أفتح باب البيت كل ما صحيت علشان أخذ المجلات والإعلانات اللي توصل عند البيت. لفت انتباهي إعلان غريب، أخذته وبدأت أقرأ المكتوب في الإعلان. مكتوب: مكتبة الغراب الأشبح لجميع الكتب الغريبة والمفقودة. هذا اللي حط الإعلان كأنه يقصدني أو أنه اللي حاطينه جن. المهم أخذت الإعلان واتصلت عليهم. كانت رنة الاتصال غريبة وتحس إن وراها شيء. بعد كم ثانية رد علي صوت تعبان حيل وتحس إنه بيموت ونبرته مرعبة. بلغت أن وصلني إعلانكم، حبيت أتصل عليكم وأسألكم عن كتاب. أعطيته اسم الكتاب ووصفت له شكله.
قال إيه موجود آخر حبة، حابة أحجز لك إياها؟ قلت إيه يا ليت تحجز لي إياها وتحطها باسمي. عطيت العنوان وقال بأقرب وقت راح يوصل لك. مرت 5 أيام وبالفعل وصلني الكتاب. أخذته ورحت على طول للغبو لأنه أفضل مكان أخبي فيه الكتب إذا جات الشرطة فجأة للبيت، لأن تدرون القضية ما انحلت للحين، يعني بأي وقت يدهمون بيتنا ويفتشونه. بقيت جالس في الغبو وسط الظلام تحت نور ذيك اللمبة الصغيرة. فتحت الكتاب وتصفحته بشكل سريع، وهنا كانت المفاجأة. هذا الكتاب يختلف اختلاف كلي عن الإصدار الأول. كانت كلماته غير مفهومة بالرغم أنها مكتوبة باللغة العربية، وبالإضافة إلى الرموز الغريبة المرسومة في صفحات الكتاب. رجعت مرة ثانية لمقدمة الكتاب لأن ما قرأت عدل وطوفت أشياء واجد. لما رجعت وبديت أقرأ المقدمة من جديد كان مكتوب فيها كالتالي: هذا الجزء نسخة قليلة، لا بل هي النسخة الوحيدة المطبوعة من هذا الكتاب، وقد جعلتها خصيصا للشخص الذي يستحقها. نعم إنه أنت يا من تقرأ هذا الكتاب الآن. ستلاحظ أن هذا الكتاب يختلف اختلاف جذري عن الجزء الأول، لكن لا تقلق، الكلمات الغريبة والرموز الموجودة هي لتعليمك كيف تتواصل مع عالم الجن ودخولك مع عالمهم. باختصار هذا الكتاب راح يعلمك على السحر. قرأت المقدمة وركزت بالكلمات وعرفت أن هذا الكتاب لي أنا شخصيا. وأنا أقرأ ومندمج مع الكتاب جذبني رمز غريب مرسوم، كان عبارة عن نجمة كبيرة تحيطها دائرتين، في نصف النجمة كانت مرسومة علامة قمر، يعني 3 أشياء برسمة واحدة، دائرتين ونجمة وقمر. بالرغم ان الرمز عادي جدا الا انه جذبني، ما ادري ليش بالضبط اللي هو جذبني، لكن حبيت اني ارسمه. اخذت الطباشير وبديت ارسم النجمة والدائرتين على ارض القبو، واحضرت جميع الادوات المكتوبة في الكتاب. ولما بديت بقراءة الطلاسم والطقوس الموجودة سمعت صوت الخادم ينادي. خبيت اغراضي كلهم ومسحت الرسمة وتوجهت لباب القبو بسرعة. قلت خير ايش فيك تنادي؟ قال لا بس العشاء جاهز. بديت أناظر له بنظرات استحقار، جعلني ألغي جميع الطقوس وأمسح الرسمة بسبب العشاء. بعدها ابتسمت ابتسامة خبيثة ورجعت مرة ثانية للغبو. حسيت أن الخادم كان يبي يموت من الخوف، خوفه من نظراتي، وبديت أضحك ضحكات مزعجة وشبه خبيثة. من بعدها بديت في الطقوس مرة ثانية ورسمت الرسمة من جديد. نمت بدون ما أحس بنفسي، وحسيت جسمي ارتخى علي وصرت خفيف حيل بعد ساعات من الضياع اللي ما أدري أنا شحس فيه. ما أدري نايم أو حلمان أو شيء، المهم أني تقريبا فقدت الوعي، كلها من الطلاسم اللي قريتها. ما أدري ايش اللي صار فيني بالضبط. بعد ساعات قصيرة صحيت ولقيت نفسي في مكاني. على طول قمت وتوجهت للصندوق الحديد القديم اللي دوما احط فيه كتب المتعلقة بالجن. فتحت الكتاب وتجاهلت رسمة النجمة اللي امس رسمتها، ما ادري هي امس اول يوم، ما ادري كم ساعة مرت علي. وبديت اخذ الكتاب خطوة خطوة من اول جديد، لان مثل ما تعرفون رسمة النجمة هي لفتت انتباهي. حبيت ارسمها شوي وثم عاد ارجع الكتاب من جديد. المهم ترى طريقة قراءة هذا الكتاب الشرح يكون باللغة العربية، والرموز الغريبة هي عبارة عن طلاسم مشعوذة. في أول الكتاب كان هناك شرح دقيق عن طريقة الارتباط بعالم الجن والتحدث معهم، بدل انك ما تقرأ بس، لا راح تقرأ وتستفيد منهم. وبالفعل حضرت الطقوس وبديت أقرأ ذيك الطلاسم والطقوس، وأنا قاعد أقرأ ومندمج لأبعد حد. بديت ألاحظ الليت أو المصباح اللي معي في الغبو بدأ يطفي ويشتغل على خفيف، والأغراض الموجودة على الأرض كانت تتحرك وكان زلزال يحركها، لكن الأرض ما كانت تتحرك، بس الأشياء اللي هي كانت تتحرك، وتحس إن في شخص قاعد يحركهم. ما يمدي أخلص من قراءة الطلاسم إلا فجأة تكسر أو تحطم المصباح اللي معي في الغبو، وظلمت الدنيا تماما وسط الظلام. وبديت أسمع صوت غريب، صوت ضحك أطفال وبكاء، واللي خوفني أكثر صوت البنت اللي كانت تصارخ. كل الرعب اللي عشته في اللحظات هذه تملكت نفسي. بعد دقائق معدودة حسيت إن في شيء يقترب من عندي. شلون يوجد شخص معي في الغبو؟ لا مستحيل، وانا متأكد ما في احد معي في البيت الا ذاك الخادم، واذكر انه كان ينظف الحديقة. الموضوع بدأ يزيد عن حده وبدأت اشعر بخطواته يقترب من عندي. كنت خايف حيل وما قدرت اتحرك من شدة الخوف. شنو بيصير الحين؟ راح يقتلوني مثل ما قتلوا عائلتي؟ انا بيهرب، انا بيخرج من الغبو، لكن جسمي ما يستجيب لي. اقترب مني كثير وبديت اسمع انفاسه، وهنا وضع راسه على كتفي. ما تملكت شجاعة كافية الا اني اطالع واعرف منه. بقيت واقف في مكاني. لحظة حسيت ان له شعر طويل،
هو بنت ولا أنا غلطان؟ اهمست بإذني بصوت خفيف، قالت لي كما قلت لك سابقا مرحبا بك في عالمنا، لا تخاف منه، اكمل الطقوس الكتاب إذا كنت ترغب في العيش. إذا كنت ترغب في العيش يعني شنو؟ إذا ما كملت الكتاب راح أموت؟ لا تخاف. شلون ما أخاف وشلون تطلب مني ما أخاف ووجودها معي بنفس الغرفة يخوفني؟ أبي أعطيكم معلومات عني، أنا شخص أخاف حيل، لكن كل هذا من فضولي. كنت حاس إنه راح يصير هالكلام كله بس ما قدرت أدفن فضولي وكملت عشان فضولي. كنت خايف من الحرمة هذه ومن الجملة اللي قالتها، يعني معقولة راح أموت إذا ما كملت الكتاب أو ما كملت الطقوس الموجودة في الكتاب؟ أنا غبي. ليش تعلقت حيل بعلمهم؟ ما كفاني موت عائلتي؟ شنو راح يصير في المستقبل؟ هل راح أموت؟ هل راح أعيش؟ والله ما أدري شنو راح يصير معي. أنا الآن توجهت للسحر والشعوذة. أنا مجنون ولا صاحي؟ أنا أدري إن الأشياء هذه راح توديني وتدخلني للجحيم، لكن شو أسوي؟ ما قدرت أرد نفسي وأتراجع عن كل اللي سويته. في النهاية قررت إني أكمل جميع الطقوس الموجودة في الكتاب، ولكن هذه المرة راح أخلي الخادم يدخل معاي للقبو، لكنه لو درى بسوالفي ودرى أن اللي قاعد أسويه راح يجيب فيني العيد ويعلم عمي، واصلا حتى لو ما علمته هو راح يدري بالنهاية، وهي مسألة وقت لا أكثر، ولازم إني أخلص منه بشكل سريع قبل ما يعرف كل شيء عني. نعم، يجب أن أتخلص من الخادم. المهم من اليوم اللي بعده أخذت كتبي جميعا ورميتهم في البر ودفنتهم تحت شجرة، لأن الكتب هذه خطيرة وتسبب مشاكل للي يقرأها، وما حبيت إن أحد يدري عنها ولا حبيت أحد يأخذهم ودفنتهم في البر. بعد ما تخلصت من الكتب ورجعت للبيت وفي يدي ذاك الكتاب، هو آخر كتاب اللي شريته وباقي ما رميته ومخليه عندي. رجعت البيت ودخلت غرفتي وحطيت الكتاب بجنب سريري وبدأت أعيش يومي العادي، ساعة ساعتين وتمر الساعات حتى وصلت الساعة 12 الليل. حبيت اني ارجع للغابة واكمل الطقوس الموجودة في الكتاب والطقوس الاخيرة. نزلت الغابة حاولت اشغل المصباح لكن متعطل، والمصيبة اني تو قبل كم يوم مركب واحد جديد وانتم تدرون ان الاول انكسر من الجن. المهم وسط الظلام وانا احاول اعدل وافك على هالمصباح واتمنى انه يشتغل، لكن للاسف كان بالمرة متعطل وخربان، وانا اتعبث المصباح واحاول فيه. فجأة اتسكر باب الغبو وصارت الدنيا حتى ما تشوف يدك وظلام قوي. طلعت جوالي وشغلت فلاش الجوال ورحت امشي ببطء وخوف الباب الغبو. بديت اصعد الدرج واناظر الباب قدامي، لفت انتباهي شيء كان مكتوب على الباب من ورا باللون الاحمر. اقتربت من عنده بس لحظة، هذا مو لون احمر، هذا دم. كان مكتوب في الدم على الباب من ورا: عليك تطبيق اوامر صفحة 115 وقراءة الطقوس جيدا. قعدت على الدرج وفتحت الكتاب بسرعة على صفحة 115. في صفحة 115 وهنا على طول شفت صورة شخص مقتول أو معدوم وسط مطبخ. ذب الرعب بقلبي وبديت أقرأ المكتوب. كان مكتوب في صفحة 115: من يقرأ هذه الكلمات أن لا يستحم لمدة 2 أسبوع ولا أحلق شعري ولا أقص أظافري، وأهم شيء أن يجب علي أن لا أقبل شخص خلال هالمدة، يعني ما راح أسلم على شخص. لحظة، الخادم وينه؟ وبعدين الصورة هاي تقصد شنو؟ وتقصد أي خادم؟ الخادم ما له ذنب. فتحت باب الغرفة بسرعة ورحت المطبخ أصارخ باسمه، لكن للأسف ما حد رد علي. دخلت المطبخ وهنا انصدمت، كان الخادم معدوم قدامي ووسط المطبخ، وكانت الصورة نفسها تماما اللي شفتها في الكتاب، طريقة الإعدام وموقع الإعدام، ولقيت ورقة معلقة على ظهر جثة الخادم. أخذتها ومكتوب عليها: إتمام الشروط أو لك الموت. بديت واقف في مكاني، أنا سويت بحياتي، أهلي وراحوا، الخادم وراح، أكيد الدور علي أنا، وإذا مت أنا راح تنتهي القصة. جلست في المطبخ ندمان على اللي سويته، وهذه الغلطة راح تدمر حياتي أو دمرت حياتي. الحين لو داهمت الشرطة بيتنا وشافوني في المنظر هذا قدام الجثة أكيد بيقولون أن أنت القاتل وأنت من قتل أهلك، وراح أفقد حياتي وأفقد حريتي ظلم. قمت بسرعة واخدت الجثة وركبتها السيارة، رحت البر اللي دفنت فيه الكتب، وحنا حاليا الساعة تقريبا 2 أو 1:30 الفجر، يعني الليل وما حد يشوفك. دفنت الجثة ورجعت من البر ودخلت البيت ورجعت كل شيء مثل ما هو، ولا كأنها صارت جريمة قتل ولا كأنها صار شيء في البيت. والآن علي تطبيق الشروط وتجاوز 2 أسبوع وارتاح واتخلص من الجن ومشاكلهم. بس السؤال هو شلون وكيف راح تعدي هالأسبوعين؟ شنو المشاكل اللي راح أواجهها وكيف بتخلص منها؟ المهم رحت الغبو ونزلت فيه ولقيت كتابي على نفس ما هو ولا تحرك ولا تغير منه شيء. جلست في وسط الغبو وبديت أقرأ الطلاسم واللي راح أبدأ فيهم مشوار 2 أسبوع،
وانا اقرا بدقة وبتركيز وخوف. اتسكر باب الغابو، لكن ما اهتميت لهذا الشيء، كملت في قراءة الطلاسم وبعرف نهايتها، وانا جالس اقرا واكمل بدون ما اوقف. هنا بدأت تطلع الاصوات وتفكيري بدأ يتشتت، وهنا صار شيء وكنت متوقع انه راح يصير. بديت احس بحركة في زاوية الغابو، تجاهلتها وكملت، وبعد ثواني معدودة الحركة زادت وحسيت انه بالفعل معاي شخص في الغابو. وقفت عن القراية وحبست انفاسي وانتظر هذا الشيء يظهر بالكامل، بس مع توقفي للقراية هو كذلك توقف عن الحركة. تجاهلت الموضوع وكملت بالقراية، ورجع الشيء يطلع على الخفيف من زاوية الغابو. كملت وكملت حتى ظهر الشيء بالكامل، وقف قدامي وعند راسي تحديدا. رفعت راسي وهنا شفت ظل اسود طويل واقف فوق راسي، شكلها المرعب ويدينها المريبة والغريبة، وجه النص محروق، ما كنت اميز شكلها بالكامل بسبب شعرها المرعب. تجاهلت الشكل المرعب اللي قدامي وكملت بالقراية، ووصلت لصفحة فيها رسمة تتكون من 3 مثلثات او اهرامات وتسكرهم او تحط عليهم دائرة. اخذت الطباشير ورسمت الرسمة بجنبي، وتحركت البنت او الجنية اللي قدامي وتوجهت للرسمة اللي رسمتها، وحطت وسطها اقلادة لونها اخضر. طبعا حطت الاقلادة وسط الرسمة، وبعدها حطت يدين الثنتين على الرسمة وسكرتها، وبديت اناظر في الموقف اللي بجنبي وانتظر النتيجة. بعد دقيقة تقريبا بدأ يطلع نور اخضر من يدين الجنية. فجأة الكتاب اللي قدامي تتقلب صفحاته والكلمات صارت ما هي واضحة. وقف الكتاب على صفحة معينة وكانت فيها صورة عائلتي وهي مقتولة. شقيت او مزقت الصورة، اخذتها وخبيتها في ملابسي اللي هي الصورة اللي توقفت في الكتاب، لأن الصورة هذه فيها قصة المقتل وكيف ماتوا أهلي. زاد النور الأخضر في القبو وتوقفت الجنية والتفتت وحطت عينها بعيني. ذب الرعب بقلبي، رحت بهرب بسرعة اتجاه الباب. أول ما مسكت الباب أفتح إلا وهو مقفل. حطيت ظهري على الباب وجلست وبديت أشوف الجنية قدامي، وهنا شفت الكتاب يحترق الحالة. طلعت الورقة اللي أخذتها من الكتاب واللي مزقتها وبديت أقراها، وكان المكتوب فيها طريقة وسبب وفاة عائلتك هو تضحيتك بعائلتك. أدركت هذا والقبو تسكن هذه الجنية من سنين طويلة، وهي حبل قصة وفاة عائلتك، وهي من قامت بتنفيذ أوامرك، وأنت شخصيا موافق على الشروط وتعلم ماذا تفعل. يعني أنا اللي كنت أقتل أهلي بس الجنية اللي تنفذ. وآخر شيء مكتوب اذهب إلى الجحيم. أنا انصدمت والله، دارت القصة على راسي. فجأة صارخت الجنية وهي تتكلم بصوت مبحوح ومرعب، وتقول طلاسم غريبة وحادة جدا، وبين كل كلمة والثانية تقول اسمي. عرفت ان المقصد انا، وهذه اخر انفاسي. قمت من مكاني بسرعة ورحت للنور الاخضر، وحطيت الورقة اللي مزقتها او اللي اخذتها من الكتاب على ذاك النور. بدأت تتحلل الورقة ويتغير صوت الجنية. وقفت بجنب جدار وانتظر شيء يصير. صارت الجنية تمشي اتجاهي وانا خلاص ظهري على الجدار وما في امل اني اهرب. غمضت عيوني وما بيعرف اللي يصير، وهنا امسكت رقبتي. كانت يدها حارة حيل وخشنة مرة. فتحت عيوني ويا ليتني ما فتحت. شفت وجه الجنية بوضوح، كان ما بيني وبينها إلا شعرها. شكلها مرعب وبشع لأبعد حد. حطت يدها على قلبي وبدت تضغط على قلبي. بديت أصارخ من الألم لأن أظافرها مبرزة، وصرت أفقد الوعي وأدوخ، وصرت أشوف الموت بعيوني. فجأة سمعت صوت باب القبو أحد يضربه أو يطقه بقوة. بدأ صراخي يزيد والجنية تضغط على قلبي بقوة، وبديت تطلع روحي شوي شوي. وهنا دخل علينا نور، وعرفت إن باب السرداب أو القبو إن أحد فتحه. اختفت الجنية بسرعة وطحت على الأرض، وهنا شفت شخص لابس أبيض يركض اتجاهي بسرعة. وقف عندي وصار يشيلني أو إنه يرفعني على الأرض ويطلعني من القبو. كانت الرؤية شبه معدومة عندي، لأن يا الله أميز اللي قدامي. صعدنا أنا والشخص اللي ساعدني الدرج وطلعنا من البيت، وهنا انصدمت فوق إني شبه فاقد للوعي، بس اللي شفته خلاني أصحصح. شفت قدام بيتنا شرطة وأسعاف ومطافي، واللي صدمني أكثر إن بيتنا يحترق. جلسني الشخص اللي ساعدني على الأسعاف، وبعدها حط وجهه بوجهي وعطاني أكثر من كف وصار يصارخ بوجهي. ملامح الشخص اللي قدامي ما هي غريبة علي، وصوته أعرفه. هذا عمي كان يصارخ بوجهي: انت سويت، انت غبي، انت مجنون، انت ما فيك عقل. لانه هو شاف الجنية اللي عندي في القبو، وكان يدري في بيتنا انه مسكون، بس ما توقع اني انا شخصيا اتواصل معاهم. هو تقريبا شاك اني انا القاتل، بس سكت وستر علي. هربت من سيارة الاسعاف وقلت لهم اني ما فيني شيء، ابى اروح انتظر عمي في سيارته.
قال عمي اخذ مفتاح سيارتي واجلس فيها، لما يخلص الشغل راح اجيك. بعد ساعتين وانتهى كل شيء، وطفت النار وراحت الاسعاف والشرطة وجميع الناس. بقيت بس انا وعمي داخل السيارة وقدام البيت تحديدا، ولا غيرنا موقعنا. قال بصوت معصب ومنقذ حده: انت ليش سويت كل هذا؟ تدري انك الحين مجرم وقاتل. سكت وما قدرت تطلع مني ولا كلمة. وخر عمي الملابس عن قلبي وقال: هذه الخدوش حق منو؟ وبعدين البصمة هذه بصمة منو؟ قلت: انت شفت بعينك منو اللي كان ماسكني ومنو كان يعذبني. كتم انفاسه وقال: تقصد الجنية؟ نزلت راسي تحت وقلت: ايه. قال: طيب والخادم؟ قلت: ما ادري، شكله هرب. عصب عمي وقال: لا تكذب علي، الخادم وينه؟ بقت عيني على الارض وانا ساكت وما تكلمت. قال عمي بنبرة حزن: لا تقول لي انه مات. هزيت راسي وقلت: ايه انه مات. شغل عمي سيارته ورحنا على طول المكة بدون ما نعلم أحد ولا أحد يدري فينا. وترى للي ما يدري عمي مطوع. كانت مكة تبعد عن ديرتنا تقريبا 380 أو 400 كيلو. اعتمرنا ورجعني لديني واتممت توبتي، وسكنني عمي شهر كامل بمكة ولا صلاة تفوتني. من بعدها استغريت بحي جديد وناس وجيران جدد. غيرت مسكني وصرت أعيش بشقة لحالي، ويميز موقع الشقة المسجد اللي قدامه. رجعت لطريق ربي، واللي سويته ما هو سهل بس الله يعين. واللي يسأل عن الجنية احترقت وسط البيت، لأنه وصلتني رسالة في منامي، واللي أعرفه أن أرض البيت ما أقترب منها ولا أبيعها ولا أسوي فيها أي شيء، أخليها مثل ما هي. النهاية. حروف الشعر العيون المحبة. بس يعطيكم ربي ألف عافية على المشاهدة وما قصرتم يا رب، وإن شاء الله قصتنا عجبكم وتنال رضاكم. إذا في أخطاء في القصة سامحني جدا واعتبر نفس أخوك، وطوف الخطأ اللي ركزت أنت عليه في القصة، ركز على الأشياء اللي تعبت عليها، خل عنك الخطأ هذا. وإذا ما كنت مسوي لايك سوي لايك واسعدنا بدعمك، ولا تقصر مع مجرد لايك، مجرد أنك تحفزني، والجاي أفضل وراح تشوفون الأفضل بإذن الله، والقصص مستمرة. على النهاية حاب أنبهكم حساب الكاتب اللي أخذت منه قلب القصة ظاهرك مع الشاشة، ضيفوا الكاتب ولا تقصرون معاه، لأنه صراحة ما قصر معي وانقذني بوقت أنا كنت حيل فيه مشغول ومضغوط. حسابي سناب ظاهرك مع الشاشة، لازم تضيفوني لأن بركز لكم على أشياء ما أدري. أبى أسوي كتاب يتكلم عن الجن وأخذ آراءكم فيه، أبى أدخل أماكن مهجورة وأخذ آراءكم فيه. ضيفوني سناب، أبى أتكلم عن أشياء واجد وأباخذ آراءكم فيها. ضيفوني سناب وحياكم الله واتشرف فيكم جميع. وبس أتوقع وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى منكم لايك واشتراك ومع السلامة. أنا ما فقت من طال